واش فعلا دخول الفنانة فاطمة والشي للسياسة غادي يخلق الجدل الكبير في المغرب؟ وعلاش بزاف ديال المغاربة رجعوا كيهضروا من جديد على مرحلة بن كيران والحكومة السابقة؟ واش فعلا المغرب استفاد في ذاك الوقت؟ ولا كانت غير شعارات وكلام كتير بلا نتائج كبيرة على أرض الواقع؟ كما كتشوف الصورة المصغرة المرفقة راه كتعبر على نقطة مهمة في العالم السياسي المغربي اليوم. فنانة معروفة دخل للسياسة وجدال كبير شعل بين المغاربة وتعليقات نارية في السوشيال ميديا، خصوصا بعد ما خرجت تصريحات جديدة من قيادات سياسية زادت سخنت النقاش أكثر. خليك معايا تالاخر، حيت في هذا الفيديو غادي نهضروا بصراحة على شنو واقع دابا، وعلاش المغاربة منقسمين بين مؤيد ومعارض، وشنو ممكن يوقع في الانتخابات الجاية إلا بقات الأمور غادا بهذا الشكل. دابا القصة كاملة بدات ملي خرجت أخبار كتقول باللي الفنانة المغربية فاطمة والشي غادي تدخل عالم السياسة، ومن بعد تأكد أنها فعلا غادي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية. وفي هذه اللحظة بالضبط السوشيال ميديا تشعلت، كاين اللي شجع الفكرة وقال باللي أي مواطن عنده الحق يدخل السياسة، وكاين اللي اعتبر أن السياسة ولات مجرد شو إعلامي ومحاولة لجلب الانتباه قبل الانتخابات المقبلة. ولكن السؤال الحقيقي اللي بدا كيدور بقوة هو علاش حزب بن كيران بالضبط؟ حيت بزاف ديال الناس رجعوا مباشرة للسنوات اللي داز فيها الحزب في الحكومة، وبداو يقارنوا بين الوعود اللي كانت كتقال وبين الواقع اللي عاشوه المغاربة. كاين اللي كيقول الحزب كان كيستعمل الخطاب الديني والعاطفي بزاف، ولكن المواطن البسيط بقى كيعاني. وكاين اللي كيشوف العكس وكيقول باللي المرحلة كانت صعيبة على أي حكومة وأن الحزب تعرض لضغوطات كبيرة. لكن اللي واضح اليوم هو أن اسم بن كيران باقي كيخلق الجدل حتى من بعد سنوات، وزاد سخن الوضع أكثر التصريحات الأخيرة ديال بعض القياديين في الأحزاب الأخرى اللي بداو كينتقدوا الخطاب القديم ديال بن كيران، وقالوا باللي المغرب اليوم محتاج لغة الأرقام والاستثمار والتكنولوجيا ماشي القصص والشعارات. هذا الكلام خلى بزاف ديال الناس يتفاعلوا بقوة، حيث فعلا المغرب اليوم داخل في مرحلة جديدة، مشاريع ضخمة، استثمارات، مونديال 2030، قطارات، صناعة سيارات، طاقات متجددة. ودابا المواطن كيسول شكون قادر يقود هذه المرحلة؟ واش السياسي اللي كيعرف غير الهضرة والخطابات، ولا اللي عنده رؤية اقتصادية حقيقية؟ ومن جهة أخرى دخول فنانة معروفة بحال فاطمة والشي للسياسة خلى ناس بزاف يتسائلوا واش الفنان فعلا يقدر ينجح في العمل السياسي، ولا السياسة خاصها ناس متخصصين وعندهم تجربة في التسيير؟ حيت كاين اللي كيقول باللي الفنان قريب من الشعب وكيعرف مشاكل الناس، ولكن كاين حتى اللي كيشوف باللي الشهرة وحدها ما كافياش باش تسير ملفات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وهنا بدات المقارنة الكبيرة بين السياسة ديال الصورة والسياسة ديال النتائج. وبصراحة المغاربة اليوم ولات عندهم نظرة مختلفة بزاف، حيت قبل كان أي خطاب عاطفي يقدر يأثر بسهولة، أما دابا المواطن ولا كيقلب على النتائج مباشرة. فين الخدمة؟ فين القدرة الشرائية؟ فين الصحة والتعليم؟ فين فرص الشباب؟ هاد الأسئلة ولات أهم من أي شعارات أخرى. وزيد عليها أن مواقع التواصل الاجتماعي بدلات كل شيء، أي تصريح صغير كيولي ترند، وأي خطأ سياسي كيتحول لعاصفة إلكترونية. ودخول فاطمة وشي في هذا الوقت بالذات خلى الأنظار كلها تتجه لحزب العدالة والتنمية من جديد. بزاف ديال الناس قالوا باللي الحزب كيحاول يرجع للأضواء باستعمال أسماء معروفة ومشهورة، لكن السؤال واش هاد الخطة غادي تنجح فعلا؟ حيت الواقع اليوم تبدل بزاف على السنوات اللي فاتت. المغاربة دابا كيقارنوا المغرب مع دول أخرى وكيبغيو يشوفوا التنمية الحقيقية على الأرض. وهذا الشيء علاش بزاف ديال الأصوات بدات كتقول باللي المرحلة المقبلة خاصها كفاءات اقتصادية وتقنية، ماشي فقط خطابات سياسية قوية كتخلي الناس دائما يتفاعلوا معاه. مرة كيتعرض للانتقاد ومرة كيتحول لترند، وهذا علاش أي شخص كينضم للحزب ديالو كيدخل مباشرة في قلب النقاش السياسي والإعلامي. ودابا مع اقتراب الانتخابات المقبلة باين باللي الصراع السياسي غادي يزيد يسخن أكثر. كل حزب غادي يحاول يقنع المغاربة بأنه هو اللي عنده الحل، وكل طرف غادي يحاول يستعمل
وحملات إلكترونية ضخمة. لكن القرار الأخير غادي يبقى عند المواطن المغربي. السؤال اللي مهم دابا، واش المغاربة مستعدين يرجعوا يعطيو الثقة لنفس الوجوه السياسية القديمة؟ ولا المرحلة المقبلة غادي تعرف تغيير كبير في العقليات والاختيارات؟ واش دخول الفنانين للسياسة غادي يعطي إضافة حقيقية ولا غير ضجة إعلامية مؤقتة؟ اللي واضح دابا هو أن الساحة السياسية المغربية داخلة على مرحلة ساخنة بزاف، تصريحات، انتقادات، حرب كلامية وتحركات انتخابية مبكرة، وكل شيء باغي يربح ثقة الشارع المغربي. لكن المواطن اليوم ولا واعي أكثر من أي وقت فات، ولا كيشوف النتائج بعينيه قبل ما يصدق أي وعود. وفي الأخير السياسة ماشي غير كلام وخطابات، السياسة مسؤولية كبيرة وقراراتها كتأثر على الملايين ديال الناس. والمغاربة اليوم كيبغيو يشوفوا واقع أفضل وفرص أكثر وتنمية حقيقية بعيد على الصراعات والشعارات الفارغة. ودابا جا دوركم نتوما، شنو رأيكم في دخول فاطمة وشاي للسياسة؟ واش تشوفوا أنها غادي تنجح؟ وواش فعلا حزب بن كيران يقدر يرجع بقوة في الانتخابات الجاية؟ كتبوا لي آراءكم في التعليقات، وما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.